بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كتب الأستاذ عبد النبي الشعلي، عبد النبي بن عبد الله الشعلي، في جريدة البلاد يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026. موضوع حقيقة ماذا أقول فيه؟ قرأته عدة مرات، ولو تكلمت فيه ربما يؤخذ علي من طائفتي، ولكن الحقيقة لا تقبل المساومة ولا تقبل الهوان، ما تقبل، لا، مستحيل. والإنسانية والوطن وجهان لعملة واحدة، وهذا وطني، واجب علي ومسؤول أمام الله ورسوله ولاة الأمر، والتاريخ سيسجل هذا الموقف بلا شك. يا أستاذ عبد النبي، يقول الأستاذ عبد النبي: لا تفريط في حق الوطن بالولاء المطلق، ولا تساهل مع الخيانة، ولا تساهل مع الخيانة والعمالة أو العمالة. العمالة أصح. لا تفريط في حق الوطن بالولاء المطلق. عنوان جميل، عنوان يأخذنا إلى التأمل والتعريفات وعالم التعريفات والمعاني، لأن الكلمة ذات أوجه وذات معاني وذات موقف، عندما تطلق لا يمكن استردادها. أسأل سؤال: ما هو الوطن؟ ما هو الوطن؟ جاءت التعريفات العامة أن الوطن هو المكان الذي يعيش فيه الإنسان ومحله الدائم، وهو عبارة عن المكان الذي يرتبط به ويتكون فيه الشعوب والشعب الواحد بعاداته وتقاليده وأعرافه، في إطار جغرافية، ارتباطات تاريخية طويلة من الماضي والحاضر والمستقبل، متصلة بالماضي ومتصلة بالحاضر ومتصلة بالمستقبل، وهو المنطقة التي تولدت فيها جاهزية الهوية الوطنية الأصيلة. هذا في تعريفي: جاهزية الهوية الوطنية الأصيلة للشعب المتحد الواحد المترابط المتواصف بصفاته. هذا تعريف الوطن بالنسبة لي أنا. ربما يختلف معي الآخرون، ربما يتفقون، هذا شأنهم وهذا شأني. الوطن هو مكان الإنسان الذي يعيش فيه، وهو عبارة عن المكان الذي يرتبط به شعب متكامل مترابط متعايش متآلف متحابب ضمن إطار القوانين وضمن التشريعات الإلهية السماوية والتشريعات الموجودة والأنظمة الموجودة في البلاد التي يصيغها القانون الوضعي لحماية وتنظيم شؤون البلاد والعباد. وهو وليد الوطن، هو وليد
جاهزية الهوية الوطنية الأصيلة للشعب الواحد. إذن هذا هو الوطن. أستاذ عبد النبي قال: لا تفريط في حق الوطن. ذمتكم أحد يستطيع أن يفرط في حق الوطن؟ هو الإنسان من غير وطن يقدر يعيش؟ إنسان من غير أرض يقدر يتواصل ويبني وينمي ويعيش حياة كاملة في رخاء وأمن وأمان وطمأنينة؟ ما في مجال. هو الإنسان يستطيع أن يعيش من غير أخلاق، من غير دين، من غير انتماء ديني وانتماء للأرض وانتماء إلى الأعراف والعادات والتقاليد ودماثة الخلق؟ يستطيع؟ زينة الدنيا، زينة عالم الدنيا الأخلاق، الدين. على الأرض نزلت الأديان السماوية، وعلى الأرض خلق الإنسان ليعيش فيها ويعمر الأوطان، لا أن يدمرها بالحروب والاعتداءات والكراهية والبغضاء وافتعال مناهج أيديولوجية في نسيجه الاجتماعي، ويكون عايش طوال حياته في حالة أرق وقلق وعنده هواجس الخوف والرعب من المستقبل وتدمير الحاضر وإلغاء الماضي الجميل الذي خلفه السلف الصالح. أستاذ عبد النبي، أنا ما بدخل في ما قلته أنت، لأن أنت الذي قلته كله يصب في العنوان، وأنا راح أتناول العنوان وأنطلق من العنوان. أنت تطرقت أنك وضعت ثلاث فئات في مقالك بالنسبة للشط الآخر، ولا تساهل مع الخيانة والعمالة. هذا كلام كبير ويحتاج إلى أن نسجل موقف بكلمة طيبة وطنية تساهم في الوعي العام، تساهم في الوعي العام لهذا الوطن. أنا أعتبر كل دول الخليج وطن واحد، لأن كل العادات والتقاليد الموجودة في منظومة دول مجلس التعاون واحدة. الإنسان الخليجي واحد، وإن عرف بجنسيته الإماراتي إماراتي، والبحريني بحريني، والسعودي سعودي، والقطري قطري، والكويتي كويتي، والعماني عماني، ولكن في النهاية هم نسيج اجتماعي واحد وعادات وتقاليد واحدة. وبدليل أنه لما يلتقون في محافل واحتفالات ومناسبات ومهرجانات تجد الانسجام الكلي بينهم، ما تجد فرق بين هذا وهذا، إلا أنهم الهوية وجاهزية الهوية الوطنية هي اللي تحدد الانتماء بالاندماج. تطرقت في الموضوع إلى فئات، وقلت أن قولا أو فعلا فيما يسهل وقوعها، وهنا لا يعود الأمر مجرد اختلاف في الرأي، بل انزلاق إلى منطقة تسمى جوهر الانتماء. الانتماء حينما نعلم تماما بقيمة الوطن نستحق الانتماء إليه. وطن تعيش فيه لا تحميه لا تستحق العيش فيه. وطن تأكل منه وتشرب وتعيش وتآمر عليه أنت لا تستحق العيش فيه. من الخزي والعار أن تعيش في وطن، في أرض، مكان، وأنت إنسان لك مشاعر ولك عقل تدير به أمورك وشؤونك، وتتعامل مع عدو وطنك. من الخزي والعار.
حقيقة من الخزي والعار. لا أريد أن أوصف أكثر من ذلك، لأن الوطن لا رهان عليه، لا رهان عليه. أعود للعنوان نفسه وأتكلم كلام، لأن العنوان يقول لا تفريط في حق الوطن بالولاء المطلق. بالولاء المطلق، أولا خلينا نعرف معنى الولاء. ما هو الولاء؟ الولاء دائما للثوابت وليس للمتغيرات. يعني أنا لا يمكن أوالي شيء في يوم ما سيزول، لأن الولاء مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فلما أقول ولائي لأرضي، إذن أرضي خلقها الله وأعطاني إياها وخلقني فيها كإنسان، وأنا خلقني الله. فلا بد أن أكون ولائي للأرض وللإنسانية وللوطن وللدين. هذا معنى الولاء. فلا يمكن يكون ولائي لشخص. هذا فرق بين الولاء والطاعة. الطاعة شيء والولاء شيء آخر. أنا أطيعك في الله، أخدمك في الله. إنزين، اللي يطيع إنسان لوجه الله وفي الله يطيع بالحسنى أم بالخيانة؟ السؤال سؤال وجيه. يعني أنت تطيع الله بخيانة الله؟ أما أقول أنا أحبك في الله، معناته أنا شنو؟ أؤمن بك وأطيعك وأحترمك وأقدرك، وفي المقابل أنت تبادلني نفس الشعور، الاحترام والولاء. إذن الطاعة شيء والولاء شيء آخر. هنا نبدأ ننطلق بمعرفة حماية الوطن. من يحمي الوطن ويقدم له الفداء المطلق ويجهز له كل أجهزة الحماية، هذا واجب علي أن أطيعه وأحترمه وأقدره. واجب أن أقدم له الطاعة والاحترام والتقدير والإحسان والثناء والشكر. هذا ما أمره الله في دينه، وما جاء به القرآن، وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله، وجاءت به سيرة الأئمة سلام الله عليهم. يعني حينما نقرأ سيرة الأئمة في تعاملهم مع المكان الذي ينتمون إليه ومع الخليفة الذي تحت سلطته، يتعاملون معه بكل احترام وتقدير، يتعاملون معه بكل تعاون وتواطد، لا بعمالة وخيانة. إذن من يتبع محمد وآل بيته عليه أن يفهم ما هو المطلوب منه. لا نريد منه ولاء، ولكن نريد منه ولاء للأرض الذي هو ينتمي لها، للوطن الذي هو ينتمي إليه. ولاءه للأرض والوطن الذي ينتمي إليه، وبما جاء به دينه وما جاءت به الأعراف والعادات والتقاليد الذي وثقها التاريخ. طيب، إذا كان الولاء هكذا، الطاعة عندما يقدم لي أبي، عندما يقدم لي أبي حماية وتأمين حياة من مصروف وغيره وملابس، مو واجب أني أشكر أبي؟ كذلك الحاكم كالأب. وقد أثبتت المرحلة التي مضت على خير من اعتداءات آثمة على البحرين، أثبتت أن الوضع يحتاج إلى مبادرة، وأثبتت جهود القيادة العليا في هذا البلد مملكة البحرين وفي جميع دول الخليج العربي. بس أنا أتكلم عن البحرين لا، وهي صورة عامة تقريبا، بحكم أن أنا بحرين، وليس عنصريا، ولكن إن من باب إن على أساس إن أنا ما أطلع عن إطار وطنيتي. أثبتت القيادة وأجهزة الدفاع الوطني
وكل وزارة الدفاع وقوات دفاع البحرين وكل الأجهزة، الدفاع المدني، الصحة، حتى التعليم، كل أجهزة الدولة، كل مؤسسات الدولة أثبتت جدارتها وكفاءتها وقوتها في الحماية عن الوطن واللوذ عن هذا الوطن. يعني احنا نقول البحرين دخلت حرب، بس ما شفناها. احنا كمواطنين ما شفنا الحرب. دخلت اعتداءات آثمة من دولة جارة مسلمة، وهذا يعطينا انطباع الطمأنينة، يعطينا أن الأب يبر بأبنائه. عندما تخرج فئة لا تبر بأبيهم، أي بحمد بن عيسى ملك البلاد وحكومته الرشيدة ومؤسساته في الدولة، هذه الفئة ضالة بلا شك، ويثبت عليها الخيانة، لأن الخيانة كلمة كبرى وعظيمة وجريمة. ليس القانون يعاقب عليها فقط، الوضعي، قانون الوضعي مو بس هو اللي هو يخالفها ويعاقب عليها، القانون السماء، القانون الإنساني، القانون المادي، والقانون الوضعي، والقانون الشرعي، كل القوانين تدين نهج الخيانة والعمالة، تدين. ولذلك أقولها بكل صراحة: من ثبت عليه أنه متورط في خيانة الوطن لابد أن يأخذ جزاءه، لابد أن يعاقب، لأن من أمن العقاب أساء الأدب، ما في مجال. ولكن نعطي سؤال بسيط جدا، سؤال محلي. البحرين مثلا، هل دول الخليج تتحمل الاحتقانات الاجتماعية والأزمات؟ على أرض الواقع نحن 27 إلى 28 مليون نحمل جاهزية الهوية الوطنية الأصيلة على مستوى 6 الدول. لما أن يكون هناك فئة شاذة خائنة، كيف نتعامل معها؟ هذا سؤال ترى صعب جدا الجواب عليه. بالنسبة لي أنا صعب، لأني أنا مو مسؤول عن حماية الوطن، أنا مسؤول عن الدفاع عن الوطن. حماية الوطن مسؤول عنها الملك، الله يحفظه ويسدد خطاه إلى خير البلاد والعباد. الملك هو المسؤول عن حماية الوطن، عن حمايتي. أنا مسؤول عن الدفاع بما كلفني الله به، لا كلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لأني أنا مواطن، لست مسؤول. أحمل جاهزية الهوية وأحمل جاهزية المسؤولية الوطنية، واجبي هذا أحمله في وين؟ في فكري، في إمكانياتي، في قدراتي، في كفاءتي. ولكن المسؤول الأول هو اللي يمتلك الكفاءة المطلقة، القوة المطلقة، القدرة المطلقة بعد الله سبحانه وتعالى، هو جلالة الملك، وهو المسؤول الذي وكله الله على حماية العباد والبلاد. فالشكر له ولكل الأجهزة التي ساهمت في حمايتي وحماية وطني. شكرا سيدي. والشكر قليل حقيقة، الشكر قليل. نسمع صافرات الإنذار ونحن نائمون بأمن وأمان. هذا التناقض في الحدث وراه سبب، وراه رجال بواسل أقوياء أشداء سهروا على مدار 40 يوم طوال شهر رمضان مواصل بشوال، يحموني ويحمون أبنائي ويحمون وطني ويحمون قراي ومدني
خلوني أعيش في أمن وأمان واستقرار وطمأنينة. الشكر قليل في حقهم، أقولها بكل صراحة، الشكر قليل في حقهم. أستاذ عبد النبي، أنت في مقالك وموضوعك صنفت الفئات الخائنة إلى أو المجتمع إلى 3 فئات، وقلت في الفئة الأولى عرفتها، خلني أقراها لك على أساس أكون منصف. الفئة الأولى مكونة من بعض المنتسبين إلى الخطاب العروبي، اختارت أن تسقط عدالة القضية الفلسطينية على كل من يرفع شعارها، فساوت عن قصد أو غفلة بين نصرة قضية مشروعة وبين الانحياز لطرف يعتدي على أوطانها. وفي هذا الخلط تختزل القيم الكبرى في موقف من سياسي ضيق، ويمنح ما لا يبرر قطاعا أخلاقيا لا يستحق. كلام جميل. هذه الفئة الأولى، وأنا أسميها هذه الفئة كما سماها سيدي الإمام علي عليه السلام، هي الفئة طالبة العلم على سبيل النجاة. فئة في تصويف العالم البشرية، الإمام علي قال إما عالم رباني وإما طالب علم على سبيل النجاة أو أهمج رعاة. فهذه الفئة أنا أحطها في فئة طالبي العلم، لأن طالب العلم يبحث عن مصلحته ويبحث عن وجوده وعن مكانته وذاته ويطور من ذاته، وبالتالي هو مكون يبحث عن منتسبي إلى الخطاب العروبة القومية العربية. وهذا اللي يطنطنون احنا مو منهم الحمد لله، يعني احنا نتكلم كلمة الحق. اللي يطننون في وسائل التواصل الاجتماعي وأنا ومن على شاكلتي، لا، الذين يهمهم الوطن وحماية الوطن وإظهار الكلمة والموقف والفكر النير الملتزم ما ينطبق عليهم، لأن احنا مو طالبين علم، لا، مو فئة ننتمي إلى قومية عربية معينة أو ننتمي للوطن. أنا أنتمي للوطن. القومية العربية من عادات وتقاليد الوطن، فأنا ومن على شاكلتي ننتمي إلى الوطن، كل ينتمي إلى وطنه وأرضه وناسه ودينه. فهؤلاء نسوا القضية الفلسطينية. أنا أتفق، هي القضية الفلسطينية مو بس دولة نسوها، الكل نساها واتجهوا إلى الاعتداء على دول الخليج، اللي شبق ولا يعني يضع شعار فلسطين وتحرير فلسطين في بداية قبل السنوات الماضية، اليوم يعتدي على دول الخليج. إيران، نحن لازم نحرر فلسطين، نحن نحرر فلسطين، ولا حرر شبر واحد. وآخر شيء بدل ما يحرر فلسطين يعتدي على جيرانه دول الخليج، بعدين